لو عندك شوية نعناع أخضر كده وجميل وعايزة تحافظي عليه في التلاجة لأطول وقت، يبقى أخضر كده وتستخدميه معاكي في العصير. أنا بحب أعمله في الصيف عشان بحب يعني أعمل بيه عصير حلو، وكتير بعمله. هعمل ايه هنا؟ أول حاجة أجيب علبة، أي علبة عندك، علبة بلاستيك ديت، علبة بتاعة التلاجة، أي حاجة. أحط وهرصص، أحط منديل تحت وحبة نعناع، ماشي؟ شايفين؟ منديل تاني في ايد اهوت، بين كل طبقة وطبقة نحط منديل وحبة نعناع، منكترش. منديل تاني اهو، وحط شوية نعناع. طريقة سهلة جدا جدا جدا، وتحافظي على النعناع بتاعك أطول فترة، بيكون أخضر وجميل كده في التلاجة. آخر حبة أحطهم، ماشي؟ وأقوم حاطة المنديل وأقفل عليه أهو. يبقى أنا كده دي طريقة حفظ النعناع صابح في التلاجة. واقوم حاطه العلبه في التلاجة واستخدم منها واحطها تاني. اشيل المنديل، اخد الحبه النعناع بتوعي اغسلهم، انا بحطهم انا مش مغسولين، وارجعها في التلاجة تاني. لو بقى عجبكم الفيديو القصير ده، متنسوش تخشوا تدعموني باللايك والاشتراك في القناه.